تيد باندي كان أشهر سفاح عرفته الولايات المتحدة، قتل أكتر من 50 ست وأكل لحم بعضهم في إجراء لمحادثة تلفزيونية قبل ما يتم إعدامه بساعات. سألوه: أنت شايف إن الإعدام اللي أنت بتنفذه دلوقتي تستاهله؟ قال: طبعا أنا أستاهله. إيه اللي وصلك لكده؟ قال لهم: الإباحية اللي كنت بتفرج عليها في فترة المراهقة. تيد باندي نصح في آخر اللقاء نصيحة غريبة جدا. قال لهم: انتوا هتعدموا تيد باندي واحد وسايبين الإباحية اللي هتطلع لكم كل يوم تيد باندي جديد. الحقيقة إن اتكلمنا كتير إن إحنا محتاجين نوعي ولادنا ضد الإباحية، لكن يمكن كتير مننا لحد النهاردة مش عارف يوعيهم، يقول لهم إيه غير إن هو بيقول: يا ولاد دي حاجات وحشة ما ينفعش نشوفها. كلمة ما تعملش ما بتكونش كافية وما بتمنعهوش. وده بقى اللي احنا عايزين نعرفه مع بعض، ونبدأ بجد ناخد خطوة حقيقية نعرف نحمي بيها ولادنا. هحاول إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية أنزل لكم إزاي نقدر ندير حوار نوعي بيه ولادنا ضد الإباحية وضد كمان الدارك ويب. كنا نتجاهل أو نحاول نغطي على الأمور عشان الولاد ما يعرفوش، تأكد إن ولادك هيسمعوا من المدرسة، فأنت هتحاول تخبي عن ولادك فين وإزاي.